السلام عليكم، شلونكم يا أعز الأكابر؟ يا رب دايما تكونوا بخير. رجعت لكم اليوم فيديو جديد بطريقة تحضير قالب الجاتو بطريقة سريعة وسهلة. بس قبل ما نبلش لا تنسوا تدعمونا بلايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتشيروا الفيديو ليصل لأكبر عدد ممكن، وبدعمكم دائما بنكبر. هلا خلونا ننتقل للطريقة. عندي أول شغلة 4 بيضات، كاسة حليب، كاسة وربع سكر، كاستين ونص طحين، كاسة زيت نباتي، بشرة ليمونة. هلا عندي ظرف فانيليا وظرف كربون وشوكولا، كريمة حسب الرغبة، وكاكاو وجوز هند. وهلا خلونا نبلش. أول شغلة عندي 4 بيضات حطيتهم بالخلاط. راح أجيب الفانيليا والكربون أضيف نص الكمية بالخلاط، والنص التاني راح أعيفه مع الطحين حتى أخذ طعم ممتاز مثل ما يكون شايفين. هلا بضيف بهالشكل. هلا بعد ما ضفتهم راح اخلطهم مع بعضهم. هلا بضيف كوب والربع سكر مع الخليط اللي محضره. طبعا بخلطه حتى تدوب عندي الحباية بشكل كامل. حبة السكر تدوب عندي بشكل كامل مثل ما يكون شايفين عم نضيفهم. هلا بنغطي الخلاط وبنعيفه حتى تدوب حبة السكر. مباشرة بعدها بضيف كاسة الحليب، وبضيف بشرة الليمونة، وبضيف معه كاس الزيت النباتي راح اضيفه فوقه. بخلط المزيج كله مع بعضه. بكون عندي صحن جاهز بصفه مباشرة الخليط اللي حضرناه مثل ما يكون شايفين. هلا مباشرة بجيب الطحين، وبكون عندي جاهز ظرف الفانيليا والكربون بضيفهم فوق الطحين مثل ما يكون شايفين. بحركهم كلهم مع بعضهم بهالشكل حتى ينخلط عندي بشكل كامل. ببلش مباشرة. هلا بضيف شوي شوي الطحين فوق الخليط وبحرك. طبعا ما بحط الطحين كله مباشر، شوي شوي بضيف وبحركه. هلا مثل ما يكون شايفين القوام بلش يسمك عندي. طبعا انا بتمع بحرك لحتى اخذ سماكة معينة. هلا مثل ما يكون شايفين القوام بلش يسمك عندي، واخذ القوام اللي بدي اياه. هلا بحط معلقتين كبار من جوز الهند مع الخليط حتى اخذ نكهة ممتازة بقالب الجاتو اللي عم بحضره. وبخلطه هلا مع المزيج. هلا مثل ما يكون شايفين جهزت القالب انا عندي ودهنته بالزيت ورشيت له شوية طحين. هلا بصب نص القوام النص، وبعيف النص التاني مشان الكاكاو. مثل ما يكون شايفين هلا بنزل بنص القوام. هلا صبينا نص القوام صار عندي جاهز. النص التاني راح اجهز معه. اول شغلة ارجع احط شوية طحين فوق مقدار نصف فنجان، وانزل الكاكاو. الكاكاو عبارة عن 3 معالق كبار واخلطهم مع بعضهم. مثل ما يكون شايفين بلش يسمك معي بشكل كامل. يكون شايفين صار عندي جاهز. راح انزله على القالب بهالشكل مثل ما يكون شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين هالقوام ما احلاه؟ يا رب بسم الله. هلا مثل ما يكون شايفين صار عندي جاهز. هلا راح ادخله على الفرن على درجة حرارة 250. بطفي الفوقاني بعيفه مدة ساعة. طبعا انا محمي الفرن من قبل. لا مثل ما يكون شايفين صار عندي جاهز. بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام شاداه. هلا بقلبه بصحن طبعا مثل ما يكون شايفين بهالشكل. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا سلام. هلا بعيفه طبعا مثل ما انكم شايفينه ليبرد، وبزينه بتشوفوا النتيجة بالشكل كامل. هلا يا عيلة الأكابر مثل ما انكم شايفين صار عندي القالب جاهز، وزينته بالشوكولا وجوز الهند حتى أخذت المنظر هذا الممتاز. هلا بنقسم لنا قطعة، بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تدعمونا بلايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. وهلا مثل ما انكم شايفين يا سلام، شايفين؟ شوفوا لي هالمنظر، شكل خرافي. ما تنسوا تدعمونا بلايك وتشتركوا بالقناة، والسلام عليكم.